الله وبركاته. النهارده بقى باذن الله هنعمل ايه؟ قلقاس. انا جبت اللحمه سلقتها الاول اهيت، وجبت القلقاسه طبعا وزن كيلو يعني قلقاسه. قطعتها، عملت قشرتها الاول وغسلتها حلو ونشفتها بفوطه نظيفه، نشفتها خالص عشان في ناس بتغسله وهو متقطع فكده يبقى غلط. انا ما بغسلهاش بعد ما بتتقطع، بغسلها حلو وهي كوره، بغسلها بعد ما بقشرها بغسلها حلو وبروح منشفاها جامد جدا واقطعها. دلوقتي هضيفها على الايه، على اللحم المسلوق كده. معلقه كده. طبعا انا مش مكتره الشوربه عشان لسه ايه في ميه الخضره هتتحط، هنسيبها تاخد غلوتين، تاخد غلوتين كده مع اللحمه على بال ما نخرج. هنيجي بقى عند الخضره. انا قطفتها طبعا من العيدان عشان تبقى ورق بس كده، واتغسلت كويس هي والسلق. كزبره طبعا، نحط كوبايه ميه، كوبايه واحده بس كده. نحط الخضره طبعا. شويه الشبت دول في اخر خالص والاخر هنخرطهم رفيع، هنعملهم معاكم يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه، انا فضيت بقى يا حلوين يا حبايبي يا قمر، فضيت المره الاولانيه وصفيتها بالبتاع وعصرت قوي، عصرت قوي الكزبره كده بالسلق، عصرتها بعد ما اتضربت في الخلاط اهيت. وهكب تاني الميه كده، نفس الميه الخضره دي الحلوه الجميله دي، مفيهاش بقى اي حاجه يعني، انا مصفياها كمان. واحط شويه الباقيين كده واضربهم برضو واصفيهم. اضربهم واصفيهم. طبعا الخلاط بيعمل ازعاج، هطفيه على بال ما اصفي المره الجايه. انا هضرب بقى الدور ده واصفيه برضو على بال ما اعمل التومه، ومعايا برضو في الشكل النهائي ان شاء الله. بعد ما صفيت الميه اهي يا جماعه، الكزبره بقت خضراء وجميله اهي، هحطها على القلقاس كده كلها. واجيب بقى الثوم احمصه مع الكزبره. انا بحب بقى اللي يا جماعه كده ايه، مع شويه زيت كده، حطيت نقطه دلع زيت صغيره وايه وافكك دي بس كده شويه، واروح حاطه الثوم بقى مع شويه كزبره، سيبها تسيح شويه كده. انا بقى كشفت على القلقاس لقيته ايه لسه يعني عايز شويه، فقلت نعمل الرز ماشي عشان يبقى برز بشعريه كده جميل كده ان شاء الله. حته سمنه كده، هندعك زيت صغيره، واحمر الشعريه. كفايه دول، نحمرها شويه بقى كده على لغايه ما ايه نعمل الرز ان شاء الله. الرز مغسول اهوت، حمر
نحمر الشعريه كده عشان يبقى اكله شتوي جميله كده. القلقاس برضو بيتخزن في الشتاء يا جماعه، والله دلوقتي حلو يعني واسعاره حلوه يعني، يتخزن دلوقتي برضو تخزينه. بيتقشر ويتغسل حلو وبيتخرط. طبعا بقى بتحب تقطيعه صغيره تقطيعه كبيره، وفي الاكياس طبعا بيتشفط منه الهواء جدا ويتخزن بقى عشان رمضان بقى. كل سنه وانتم طيبين كده، نعمل شويه حاجات كده باذن الله تعاد عليكم بخير يا رب، انتوا وحبايبكم كده يا رب. نسيبها على ما تتحمر بقى الشعريه، نحط الرز يكون القلقاس استوى بقى، نعمل طشه التومه بقى ان شاء الله. الشعريه اتحمرت اهيت، ونحط الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. نديله تقليبه. انا قلت اعمل الرز على ما القلقاس يستوى عشان اعمل له الطشه عشان يبقى كده تمام. نحط الميه. تمام كده. نحط له الملح. تمام كده، ونغطي عليه. ونرجع تاني هنقله بقى على عين تانية على بال ما احمص التومه بقى للقلقاس، بس هيستوى شويه كده نشوفه على العموم نشوفه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. هو موسمه ده. استوى جميله. طبعا انا كنت متبله بقى الشوربه، حاطين فيها الحبهان والحركات بتاعه اللحمه دي طبعا، والفلفل والحاجات دي. مش عايز حاجه الا الملح. هو في برضو كانت الشوربه فيها الملح، بس هنشوف كده بقى لو كان عايز تاني او حاجه. تمام. شويه ملح صغيره. بس كده. ونشوفكم بقى على بال ما نعمل التومه وكده ان شاء الله. طبعا بعد ما عملت الليه مع ندعه زيت كده، طبعا صفيتها عشان ما تبقاش يعني شكلها كده في التوم. وهنا هيت معلقه توم اهيت. وناخد بقى شويه من الخضره اللي احنا صفيناها كويس قوي، صفيناها هي بقت ناشفه اهيت. هناخدها محمصها مع التوم شويه بس، وده طبعا هيترمي. هتتحمص مع التوم كده. حطيت بقى شويه كزبره ناشفه كده مع الكزبره الخضراء. طبعا الكزبره الناشفه برضو ما تغنيش عن ان نحط شويه ناشفين اهوت. وهتتعصج بقى حلو وتنشف من الميه بتاعتها. الريحه بقى طالعه ايه بقى يا جماعه، ما اقولكوش الاكله الشتويه الجميله دي. والله كله اكل كله. يلا الناس هتعمل ايه؟ الحمد لله الحمد لله والشكر لله يا رب. طبعا المبتدئين بقى يا حبايبي الامهات الصغيره لو اتعلموا الطريقه دي سهله وجميله يعني. هتنشف اهي شويه ونحطها على القلقاس.
لما الرز بقى استاذ الرز يتعمل. عندنا هنا بقى شويه شبت، شويه شبت كده صغيرين، بناخد بقى ايه الشعر بتاعهم بس، يعني من غير عروق، الشعر بس بتاعهم يتحط بقى على الايه على بس كده يا جماعه. اتحمصت اهيت، اتحمصت وبقت ريحتها جميله. بتحصل في احسن العائلات. نحط بقى، هنحط الطشه كده. الريحه بقى ما اقولكوش بقى بصراحه، يعني الريحه وجمالها اهيت. انا بحب بقى كده من غير، ما بحبش يعني ميه كتير، بحبها متسبكه كده. لسه بقى في بقى حاجه اخيره هنعملها، حاجه اخيره كده بتحل الموضوع، هنعمله مع بعض. الشبت، شويه شبت صغننين اهم، هنحطهم بقى نخرطهم، نخرطهم رفيع قوي 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 كده. بصوا يا جماعه ازاي، بتبقى زي البودره. انا واخده الشعر بس بتاع الشبت، حركه كده بسيطه بس تخلي القلقاس يعني جميل. شوفوا بقى الحركه دي، شويه الشبت دول يتحطوا على الوش كده، دول بقى بيعملوا بقى حاله مفيش بعد كده. وكده القلقاس خلص اهوت، وهنطفي عليه، والرز بقى وطيت عليه اهوت. المعلقه التانيه بتاعت الرز بس اهوت، وطيت عليه. وكده يبقى اكلتنا خلصت، مع شويه مخلل بقى كده وزيتون وليمون معصفر عندنا. اوريكم بقى الشكل النهائي بقى بعد الغرف ان شاء الله، ما نحطها في الاطباق عشان تشوفوا بقى منظر العدس اسمه ايه القلقاس بقى كده بخضره. ده بقى اكله بنحبها قوي 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 بقى في الشتاء، جميله يعني، هي اكله شتويه ان شاء الله. ده الشكل النهائي للقلقاس طبعا، وزيتون بقى وليمون وبتاع، ورز بالشعريه اهوت. وان شاء الله قولوا لي بقى ارائكم بقى فيه بقى لما ان شاء الله تجربوه كده ويطلع كويس معاكم باذن الله. بيبقى دي احلى طريقه واحسن طريقه يعني ان شاء الله. وبقولوا لي بقى في التعليقات بقى كده عن الطريقه حلوه ولا لا، علشان خاطر يعني وان شاء الله نشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. عايزه اعمل لكم بقى ممبار بقى ان شاء الله المره الجايه، نعمل ممبار كده مع بعض. تعلموا برضو، هعمل لكم طريقه سهله له برضو خالص ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم، باي باي.